بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. طريقة عمل الحواوشي. ادي الدقيق حوالي ربع كيلو. هنبتدي نجيب كوباية مية، ونحط فيها الملح والخميرة، معلقة ملح، بعد كده معلقة من السكر فيها، وندوبها كويس. كده نحط الخميرة عشان تدوب مع المية. ونبتدي نقلب عشان الخميرة تدوب مع المية. نبتدي نجيب لبن، هناخده بتاع أقل من نص كوباية لبن فيها. قبليها هيكون شوية زيت زيتون، معلقة زيت زيتون كبيرة. بعد كده هنصب اللبن نص الكوباية دي أو أقل من نص كوباية. بعد كده الخميرة مع السكر مع الملح هنحطها على المكون ده، ونبتدي نخلطهم ببعض. هتصبح عجينة. نبتدي نقلبها كويس عشان العجينة تمسك. بدأت تمسك هي خالص العجينة. كده العجينة نحط برضو من الخميرة معلقة كمان، بحيث اللي هي تخمر هتقعد حوالي ربع ساعة تلت ساعة كده، بس نعجنها كويس. خلاص هنبتدي نجيب بقى الصدوق بتاعنا، نسيبنا العجينة دي نقفل عليها لغاية ما تخمر، وبعد كده نقطع الصدوق بتاعنا والخضار لغاية ما العجينة تخمر. قطعناه، مش هنقطعه صغير يعني، هنقطعه كده مكعبات بحيث اللي هو ما يتعجنش. قطعنا الصدوق كله اهو. الكمية بتاعتنا ربع كيلو، نص كيلو، على حسب ما انت هتحط فيها في العيش. وكده قطعنا الصدوق، وادي البسطرمة احنا بنجيبها مخلية من غير توم، لو فيها حتة توم بنشيلها. ادي ملح وفلفل اسود والكزبرة. هنبتدي نحطها على الصدوق مع الزيتون الشرايح الاسود معانا، والميكس الجبن الموتزاريلا مع الشيدر مع التركي، بنخلطهم كلهم ببعض. ودي هنجيب الخضار بتاعنا عشان نبتدي نقطعه مكعبات صغيرة. الفلفل الأول، بنشيل القمع بتاعه، وبعد كده نقسمه اتنين، وبعد كده نقطعه شرايح، بعد كده مكعبات صغيرة. ماشي كده بقى، قطعنا الفلفل كله اهو. بقيت هنقطعه كريبسات كده، بحيث ان كل التقطيع تبقى واحد، حتى عشان لما يستوي كله مع بعض.
كده قطعنا الفلفل، عشان بعد كده نحط الفلفل على الطماطم على الزيتون، كل الخضار مع بعض. نجيب الطماطم نقطعها مكعبات برضو، مكعبات صغيرة خالص. كده يبقى قطعنا كل الخضار اهو، خضار الفلفل والطماطم، وهنضيفه بعد كده عليهم شرح الزيتون الأسود، ونقلبهم تقليبة كلهم مع بعض. قلبناهم كده مع بعض، وهنبتدي نحط شوية على الصدوق الملح والكزبرة وفلفل الأسود التوابل، ونقلبها بحيث كلهم ياخدوا طعم البهارات، الصدوق ياخد طعم البهارات. كده يبقى خلاص، هنحط بقى شوية من الخضار اللي احنا قطعناه ده مع الصدوق، ونقلبهم مع الصدوق كده كويس. والعجينة كده يبقى عليت شوية كده خمرت، هنبتدي نجيبها ونكورها. هنكورها على الأربع حتت عشان يبقى رغيفين فوق بعض. كده أو كورناهم، ابتدينا ندخل العجينة كلها في بعض عشان تمسك كده، تبقى كلها لما نيجي نفردها تبقى سهلة لنا. كورناهم 4 كور. متنسوش الاشتراك في القناة. كده فردناهم شوية، كده هنجيبوا دي نحطهم عشان نفردها. احنا بنبططها كده بايدينا عشان لما نيجي نفردها تبقى سهلة زي ما انتوا شايفين كده. والعجينة بقى أخدت زيت زيتون، بقت طرية خالص، بحيث اللي هي تبقى مختلفة عن بره بقى، وهتبقى أحسن. خلاص فردنا أول واحدة، هنفردها رفيع عشان احنا هنحط رغيفين فوق بعض، عشان مبتبقاش الرغيف تخين. كده فردناه اهو. تاني واحدة هنفرده التالتة. لما احنا بططناها برضو بإيدينا كده، بقت في الفرد سهل. كده خلاص بدأنا نخلص من عنديها، ونبتدي آخر لقمة ما نفردها، عشان بعد كده هنحط الحشو بتاعنا. الصدوق هنفرده في الرغيف كله،
الخضار كله نفرده كله. خلاص هنجيبه الميكس الجبن اللي احنا عملناه ونفرده في الرغيف. حد عايز يعمله وش بيتزا ممكن يحط الموزاريلا فوق وخضار فوق الوش فوق الرغيف. الطريقة بتاعتنا احنا حطيناه جوه، هنبتدي نقفله من الجناب كويس عشان ميفتحش مننا. نقفله كويس جدا اهو. ودي طريقة عمل ايه كده ايه الصدوق. مخدتش وقت خالص مننا. مسافة ما الخميرة ما العجينة خمرت قطعنا الصدوق والخضار. كده خلاص خلصنا من الصدوق. نبتدي نجيب الرغيف التاني البسطرمة. نفرد البسطرمة شرايح البسطرمة. برضو احنا هنحطه في الخضار برضو زي ما عملنا في الصدوق. حطينا خضار فوق الوش. وهنحط الميكس الجبن بتاعنا عشان نبتدي ايه نقفل الرغيف التاني زي ما عملنا ايه في الصدوق. كده احنا ايه ناقص بس ايه ندخله في الفرن. كده قفلناه خلاص اهو. كده هندخله في الفرن كده. ماشي كده خلاص قفلناهم كده كويس على التسوية خلاص كده تمام.